الفيبروسكوبي هو اللي كيدخل من الفم، فيبروسكوبي. وبالنسبه للكولونوسكوبي ولا الكولوسكوبي كي عنده جوج تسمايا هو اللي كيكون من المخرج. ولكن انا راه درتو ب 3000 درهم ولا 3500. للاسف هذا هو اللي كنهضروا عليه ديما، كاين فرق كبير ما بينات التعريفه المرجعيه اللي محطوطه في المصنف العام كتخدم بها كنوبس ولا سينيسيس وما بينات الثمن ديال التيران. الكولونوسكوبي كينطبق عليه نفس الشيء اللي قلنا على الكولونوسكوبي، يعني من الناحيه التقنيه فقط الاختلاف في الاثمنه، وزيد فيه واحد الاختلاف بسيط ردوا معاه البال لانه مهم للغايه. السلام عليكم، تحيه طيبه من جديد. معكم العروسي عبد الرحيم مندوب بالجمع العام التعاضديه الاحتياط الاجتماعي للسكاكيين. الموضوع ديال اليوم فيبروسكوبي والكولونوسكوبي. كيجيني بزاف هذا السؤال، فقررت انني ندير حلقه نقربكم من هذا الموضوع، الاثمنه ديال التيران، التعويضات ديال كنوبس ولا سينيسيس، الوثائق اللي خاصكم توجدوا، وايضا بعض المعلومات بشكل عام على شنو هو الكولونوسكوبي والفيبروسكوبي. نبداو بهذا الموضوع ديال المعلومات عامه غير باش نقربوا الفكره لبعض الناس اللي ربما منخرطين جدد وربما يلا غيعرفوا اولا شي طبيب خرجوا لهم وما عرفوش شنو الموضوع. الكولونوسكوبي والفيبروسكوبي هما واحد جوج تدخلات طبيه كيديروهم الاطباء باش يستكشفوا الاعضاء ديالنا من الداخل. حنا كنعرفوا على ليرام ولا السكانير ولا ليكوغرافي، هذوك اجهزه ولا تدخلات طبيه كيداروا باش يستكشفوا الاعضاء من الخارج ديالها، كيدخلوا لداخل ولكن ماشي بحال داك الفيبرو ولا الكولونوسكوبي، يعني كيكونوا اجهزه من الخارج. الفيبروسكوبي ولا الكولونوسكوبي هو واحد التيو كيكون رقيق صلب ولا كيكون كيترطى، كيكونوا فيه واحد الالياف وكتكون فيه واحد الكاميرا وواحد اللامب، كيديروه يدخلوه يا اما من الفم او لا من المخرج باش كيستكشفوا اما المعده المريء دوك القصبات او لا كيستكشفوا الامعاء الغليظه ولا الرقيقه. الفيبروسكوبي هو اللي كيدخل من الفم، فيبروسكوبي. وبالنسبه للكولونوسكوبي ولا الكولوسكوبي كي عنده جوج تسمايا هو اللي كيكون من المخرج. دونك الاثمنه ديالهم غادي نهضر على كل واحد بوحدو باش هكا تفهموا اكثر، لان واحد فيهم فيه واحد التفصيله مهمه للغايه خاصكم تردوا معاها البال. الكولونوسكوبي سهل، هذا هو اللي كيكون من المخرج، فيه ثلاثه تعويضات. كاين الا درتيه في مستشفى عمومي الثمن ديالو 600 درهم، الا درتيه في مركز استشفائي جامعي سي اش اي بحال ديال بنورج ديال كازا ولا محمد السادس ديال مراكش راه الثمن ديالو 800 درهم. درتيه في كلينيك بريفي يعني في القطاع الخاص كيفما كان كلينيك او لا عياده كيتسمى بريفي، فراه الثمن ديالو 1200 درهم. غيقدر يجيني السؤال ويقول لي شي واحد ولكن انا راه درتو ب 3000 درهم ولا 3500. للاسف هذا هو اللي كنهضروا عليه ديما، كاين فرق كبير ما بينات التعريفه المرجعيه اللي محطوطه في المصنف العام كتخدم بها كنوبس ولا سينيسيس وما بينات الثمن ديال التيران. هذا اللي كاين عندهم في التعريفه المرجعيه، وهذه التعريفه المرجعيه اللي كتعطيه هنا في هذا الكولونوسكوبي فراه كتقول لك كنوبس ومع ايضا لا سينيسيس راه فورفي عام، فيه ديك لي فخي ديال الميدسان يعني الثمن ديال الطبيب، فيه الثمن ديال لاباراي باش خدام، فيه التبنيج سواء كان لوكال ولا كان جينيرال، وفيه ايضا حتى اخذ العينه ولا عدم اخذ العينه، يعني ديك البيوبسي اللي كدار بعض الخطرات كيدخلوا هذيك لا كاميرا وكياخذوا معها واحد العينه باش يشوفوا لكن مثلا تما شي ورم ولا شي حاجه بحال هكا. كنوبس كتقول لك اودي ما سوقيش، مي الاطباء والتيران فراه اي حاجه كيزيدوها من هادو راه كيزيدوا يفاكتيريو عليك، داكشي علاش كتلقى الثمن كيوصل 3000 3500 في هذه القضيه. اللي قلنا على الكولونوسكوبي راه ايضا غينطبق على الفيبروسكوبي، انا غنزيدكم على التفاصيل الماليه. كي قلت هنا على الكولونوسكوبي هذا هو الثمن ديالها. التعويض ديال كنوبس على هذا الكولونوسكوبي كيكون 80% من هذه التعريفه المرجعيه بحال غنوضح لكم هنا في هذا الجدول. التعويض ديال لا سينيسيس على الكولونوسكوبي هو 70% من التعريفه المرجعيه بحال واضح في هذا الجدول هذا هنا. دونك هادو هما التعويضات. هذا التعويض ديال كنوبس ممكن يوصل ل 90% امتى؟ في حاله اذا كان هذا الكولونوسكوبي في اطار استشفاء ولا في اطار عمليه جراحيه، التعويض هذيك الساعه كيولي ب 90%. ويمكن يوصل ل 100% الا كان في القطاع العام، يعني في المستشفيات اللي تابعه للدوله راه كيوصل هذيك الساعه التعويض ديالك 100%. في الكولونوسكوبي هادشي كنهضروا. ندوزو دابا للفيبروسكوبي. الفيبروسكوبي كينطبق عليه نفس الشيء اللي قلنا على الكولونوسكوبي، يعني من الناحيه التقنيه فقط الاختلاف في الاثمنه، وزيد فيه واحد الاختلاف بسيط ردوا معاه البال لانه مهم للغايه، واخا بسيط ولكن مهم. التقسيم ديال الفيبروسكوبي اللي كيكون من الفم مقسوم على 4. الا بغينا نقولوا القطاع الخاص فيه جوج تعويضات والقطاع العام فيه جوج تعويضات. نبداو بالقطاع العام. القطاع العام مستشفيات اللي تابعه للدوله الثمن ديالو 250 درهم. المستشفيات الجامعيه والمراكز الاستشفائيه الجامعيه الثمن ديالو 700 درهم، هذا في القطاع العام. في القطاع الخاص الا درتيه في الكابيني على برا يعني في عياده ديال طبيب الثمن ديالو 800 درهم.
الا درتيه في كلينيك، وهذه هي اللي قلت لكم ردوا معاها البال، الا درتيه في كلينيك الثمن ديالو 1000 درهم، يعني التعريفه المرجعيه ديالو 1000 درهم. طبيعه الحال راه ينطبق عليه ما ينطبق على الكولونوسكوبي. ديك القضيه ديالها هو رانا درتو ب 1500 ولا ب 2000 درهم. للاسف فرق ما بين التعريفه المرجعيه وما بينات ديك الاثمنه اللي حاطها كنوبس ولا سيناتاس والمصنف العام. دونك كي قلنا هذه هي التعريفه المرجعيه. التعويض نفس الشيء، 80% الكنوبس، 70% ديال لا سينيسيس، 90% اذا كان في اطار الاستشفاءات ولا اطار العمليات الجراحيه في القطاع الخاص، 100% اذا كان في اطار الاستشفاءات ولا العمليات الجراحيه وفي القطاع العام. هذا هو التعويض ديالو بشكل عام. ندوزو دابا للقضيه ديال الوثائق. شنو هي الوريقات اللي خاصني ناخذ معايا باش نتعوض في هذا التدخل هذا؟ الوراق هي ديك الاوراق الاعتياديه اللي كنعرفوا غتزاد عليهم واحد الوثيقه انا غنشرحها. الاوراق الاعتياديه هي ورقات العلاجات، كيعمرها لك الطبيب بالطريقه الصحيحه، يعني يكتب السميه الكنيه الكاشير اي ان بي، وفي الوجه الاخر كيدير لك الا كانت الكونسلطاسيون ولا كانت ايضا معها هذا التدخل هذا راه كيكتب الثمن ديالو وبالكود ديالو. ثم الورقه الثانيه هي لا فاكتور، يعني الفاتوره، والفاتوره بلي نورم ديالها الله يرضي عليكم، فيها الاي سي او والاي اف وما جاورها. غير هنا في الفاتوره نبغي نوضح واحد النقطه. الا مشيتي عند شي طبيب في الكلينيك في العياده ديالو على برا، راه عندهم مشكل في ذاك الاي اف، راه اغلبيتهم ما عندهمش الاي اف، موضوع اخر حتى من بعد نناقشوه. المهم هذيك الفاتوره اللي غيعطيك على الاقل يكون فيها الاي سي او، هذه وحده. ثم الا غادي دير عنده التدخل في العياده ديالو الخاصه، انتبه لذاك الفيديو اللي سبق وشرحناه، ما دير جوج تدخلات في نفس النهار وعنده هو نفسه. دير الزياره في نهار وقول لي حتى النهار الاخر ونرجع ندير عندك هذاك التدخل الطبي الفيبروسكوبي ولا الكولونوسكوبي. دونك قلنا الوثيقه الثانيه هي الفاتوره، الوثيقه الثالثه هي لوردونونس اللي كيعطيك فيها هذاك التدخل الطبي، ثم الوثيقه الرابعه وهي اللي قلت لكم هنا راها اضافيه في هذا العجب كامل، هو التقرير. لان الفيبروسكوبي ولا الكولونوسكوبي ما فيش شي كليشيه ولا شي راديو غادي نصيفطوا معاه، فكيطلب الكنوبس ولا لا سينيسيس كيطلبوا تقرير مفصل على هذاك التدخل الطبي. درتي الفيبروسكوبي يكتب لك الطبيب تقرير عليه، درتي الكولونوسكوبي يكتب لك تقرير، وزيدوا مع الدوسي ودفعوا بطبيعه الحال ديما مع احترام ديك 30 يوم ومع احترام ديك القضيه ديال 60 يوم. كنتمنى نكون حط بهذا الموضوع ديال الكولونوسكوبي والفيبروسكوبي وقربت لكم فكره اكثر. الا كاين عندكم شي تجربه، كاين عندكم شي سؤال، عندكم شي حاجه ما قلتهاش انا في هذا الفيديو بغيتوا تفيدونا وتفيدوا الاخوان ايضا بها، التعاليق دائما مديورين لهذا الشيء، كنتمنى انكم تخلوها ليا في التعاليق. تحيه عاليه لكم.